وينك ابو البلبل العمر هذا؟ طبعا استفز بي من بدايه الحلقه. خبرني من جيت لي هسه، خبرني يبغوا عليه هيك. طبعا هذا بكل حلقه دا يسوي مقلب فنان او بضيفنا. انت حدازك عليه. من شافك خاف، هو من شافك خاف. زين طلعت. طبعا تحياتنا اليك، والله العظيم الحلقه جدا مميزه. حبيبي عينك. واحنا وصلنا لاخر بارت، ولكن ما اتمنى يعني ننهيها. اللقاء حلو كان اكيد جدا حلو ان شاء الله. وانت تخبر فدوى عينك يا حبيبي. اكيد ما شاء الله معجباته هواي. اني خير من الله. ما تغار عليك كل مره؟ والله اكيد اكو مره ما تغار على رجلها. اكيد. اي بس الحمد لله واشكر. زين سمعناك متزوج لبنانيه بالسير ما ادري شنو. اني؟ ايه ما هي مشكله هاي. قال لك شنو الموضوع؟ هم المقلب هذا لو شنو؟ ايه متزوج واحده لبنانيه. هذا وياك الله عليك. لبنانيه بس جنسيتها شيء. انا وصلت معلومات عليك متزوج واحده لبنانيه. اكيد. خالي كل يوم ما ترجع للبيت؟ المرض اليمين والله كفو. وخوالد اليم. كفو. الله وكيلك اليوم ما طب البيت. كفو والله كفو. خلينا نرجع للصراحه، نقول اليوم منو صاحب الفضل على حامد البحار؟ صاحب الفضل بشنو؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. اكيد رب العالمين. اليوم ساعدك ووصلك المرحله. وصلني الله يرحمه حسين علي بطياف، دائما كل لقاء ذكره. الله يرحمه. استاذي وحبيبي، هو اللي علمني. هو صلاح البحر، تحياتي الى ابو بحر. اكو شبه بيناتكم جدا قريب. الشبه ربك، بس اللي تعبوا علي يعني. اكيد. على الفن حسين علي تعب علي الله يرحمه. وسواني مطرب اني حسين علي الله يرحمه بطياف. اكيد. تحياتنا. زين صلاح البحر اختفى. موجود ابو بحر، لا حفلاته خارج القطر بعمان. قبل فتره كنا بعمان انا وياه. هو هسه حاليا بربيل. زين اليوم اذا صار برنامج خاص بالغناء بالعراق، يستحق صلاح البحر يقيم له بعد؟ اي استاذ. يستحق. اكو برنامج جديد هسه بعده ما انعرض. اكو هاي ممثله نور او كذا جديده بعدها، شابه، حسام الرسام ورائد ابو فتيان لجنه الحكم. زين. شوف رائد شاعر، حسام الفنان فنان يعني مبدع. تحس قناه ام بي سي عراق انصفت بهيك لجنه حلو. بس ذيك الممثله قلت عليها بعدها نور او اسمها ناسيها انا جديده تغني شو لا ممثله شو سوار تمثيل. تمثيل. اي تمثيل. ما اعرف. هل اللي اذا سامع هذا اللي برمضان مال شلون يقول له سوي لنا محلب، تقول ما عندنا نشه ما اعرف شلون. اي محلب. محلب. الله اليوم حامد البحار اليوم مر بموقف او ظرف ما ينساه جدا، يعني كل ما يذكر هذا الموقف يعني يتألم. وفاة اخواني الله يرحمهم. الله يرحمه. امي ابوي اهلي، هذا ما انساه لان بعيد ميلادي. الله يرحمه. اي 2/5 توفوا واستشهدوا اخواني. انا عندي اخواني الله يرحمهم ويرحم والدي. الله يرحمهم يا رب. شو هذا مؤلم. فراحوا لي 4 بشهر واحد. زين نقدر ولو نسمع شيء لهم اهداء لهم لو ما محضر؟ لا محضر عندي هواي. يلا نسمع لهم ورجعنا. دلل ماشي. دلل حبيبي. كبير اكيد فداء حبيب القلب، كان مبدع بحلقتنا. استاذ فداء زمزم دوديز. اريد اللقاحي. للعلم انت تتفوق، حتى استاذ فداء كنا يعني نتحاور بالطبقات، يقول يا اخي ايش ما اعطي طبقه يعذبني اللي دي يغني. كلنا اغني من فضل رب العالمين. اغني من الفاء، من الدو قرار للدو جواب. اكو فنان صوري ظهر بالفتره الاخيره يغني بطبقات عاليه، نسيت اسمه ما يحضر. السوريين اغلبهم يغنون عالي. علي ديك اكيد تعال. لا اكيد صديق علي ديك وحسين ديك اصدقائي السوريين. بس هسه بالماني هم. كل اللي هاي طبقات فنانين حاليا بهذا الوقت. اي تصور الشباب الجبوري الوليد عمر الزين يقدر يجيبون هاي الطبقات لو تخليهم بصراحه. لا ما سامحهم الله يغنون هاي الدرجات. ما له علاقه. لا هي ترى كل مطرب ترى ما له علاقه. الدرجه الموسيقيه بالفنان ما له علاقه. هيثم يوسف تحياتنا على صوته. هيثم يوسف ايش قد قالوا الدنيا ماجد مهندس. بس احنا هذا اللون مالنا كعتابه وسوحلي ما راد له صوت ناعم، ما راد له درجه ناصيه، راد له درجه حلوه. يعني اذا هم يعرفون فنانين المسي فوق، سيبي مول فوق، هاي اللون الغربيه
لان صوت جبلي انت يعني بساحه مفتوحه وتسوي نايل وتسوي عتابه وتسوي سويحلي، تسولف ويا روحك طبعا لو تغني منها من كل قلبك تطلع امانه الله. غني لهم الله يرحمك ابو ليث الفلوجي يقول والله خالد اذا ما اعرق بالحفله، اذا ما اعرق اهجس روحي فاهي. يلا يلا